السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ مع حضراتكم فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. انا متشكر جدا على كل الدعم اللي حضراتكم بتدعموه ليا في القناة. متشكر جدا على الاشتراكات اللي ظهرت عندي في القناة، وانا يعني اكتر حاجة بسطتني ان الناس اللي بتشترك في القناة بتشترك على اقتناع. انا شخصيا ما كنتش بقول لحد يعني يشترك، وطبعا ده شرف ليا ان حضراتكم كلكم تشتركوا معايا في القناة ونلف في البلد كلها ونشوف كل مكان. بس اللي كان بسطني اكتر ان انا كنت حابب ان ده تيجي من عن طريق حضراتكم. يعني مش انا اللي اقول لكم اعملوا لي لايك، اعملوا لي سبسكرايب، اعملوا لي الكلام ده كله، لا، كنت حابب ان دي تيجي من عند حضراتكم. احنا دلوقتي هنا في كنا في مسترد، تحت كوبري مسترد. دلوقتي احنا في شارع جديد، وفي كاميرات بتدلب فلاشر قدام حضراتكم. السرعة 60 حزام، منطقة سكنية، بنكون حذرين شوية في السواقة وما نجريش عشان ما ناخدش مخالفة. احنا دلوقتي هنا في الشارع الجديد في شبرا الخيمة. الطريق ده طبعا هو دلوقتي بقى افضل من الاول بكتير، وفي ناس كتير جدا هتنتقدني وتقول لي بص الطريق مش متخطط او الطريق مش مهيأ. اللي عارف منطقة شبرا الخيمة واللي عارف الشارع الجديد ده هيعرف ان هو كان كده فرق السماء والارض ان الشارع يبقى بالمنظر ده. تمام. طبعا بالتكدس المروري، والشارع ده مليان ميكروباصات كتير جدا وفي تكاتك. انا دلوقتي عايز اطلع مع حضراتكم طلعت شبرا بنها الحر، واوري لحضراتكم فين العماير اللي الناس سألتني عليها اللي في بداية طلعت طريق شبرا بنها الحر. فحضراتكم هتتابعوا معايا في الفيديو وهنشوف كل جديد في مصر. وطبعا اتمنى دعمكم ليا في القناة عشان نشوف كل حاجة الفترة اللي جاية افضل بإذن الله. الشارع هنا بيفضى وبيحلو مع حضراتكم اهو. ودلوقتي يا حضرات بيقابلنا تاني رادار حزام موبايل سرعة منعديش 60. بعد ما نعدي تاني رادار هيقابلنا طلعت كوبري من تحت منها لو عايزين نروح على شارع 15 مايو او نلف ونرجع تاني، او امتداد لطريق الشارع الجديد. على طول كده بنطلع الدائري وبنطلع على طريق شبرا بنها الحر، وهنتابع مع حضراتكم الطريق. بص اول ما بنطلع بقى على طلعت الكوبري دي، الطريق اتخطط، طريق ممتاز. هنتابع بقى مع حضراتكم واحنا نازلين دلوقتي، هنشوف ايه اخر التطورات وايه اللي حصل وهنروح فين وهنيجي منين والطلعة. بص هنا على شمالنا حضرات دلوقتي في بنزينة ماستر غاز فتحت جديد. في ماستر غاز فتحت جديد على بداية الطلعة. بعد ماستر غاز بيقابلنا تشيل اوت بردك لسه فاتحة، دي على بداية الطلعة. ومجرد ما انا متابع مع حضراتكم اهو، دي كلها عماير جديدة هناك اهي، اراضي زراعية. بصوا دي المباني القديمة ودي العماير الجديدة اللي تبع الاسكان. بصوا كلها شايفين التخطيط. بصوا بقى يا جماعة جمال وحلاوة وشياكة العماير. من الجمال الكلام الحلو بيطلع لوحده اهو. احنا يا جماعة هنا في مصر في منطقة شبرا الخيمة على طلعة شبرا بنها الحر. منظر العماير والبلوكات شمال ويمين حاجة في قمة الشياكة، حاجة بجد روعة في التصميم اهو. على طريق شبرا بنها الحر. بص مشاريع شمال ويمين، وزارة الدفاع، الهيئة الهندسة، القوات المسلحة، إدارة المهندسين العسكريين، تطوير عواصم ومدن القاهرة. مشاريع تطوير مدن وعواصم القاهرة اهي، حاجة بجد في شياكة جدا. دلوقتي هنا الطريق بيقول لكم لو عايزين تطلعوا على طريق مصر اسماعيلية طريق السويس بناخد يمين، شبرا بنها الحر الطريق الزراعي بنطلع مع حضراتكم وبنكمل على طول مباشرة على الطريق. وادي منظر العماير وادي منظر البيوت القديمة. بقى المنظر الجميل ده جنب المنظر ده، والناس زعلانة من التطوير. شايفين المنظر البلد بقى؟ بص العشوائيات بقى والطوب الاحمر والكلام اللي اتبنى ايام الثوره. على فكره انا لا انتمي لاي جهه وانا مواطن عادي عندي في المنطقه. تمام. ايام الثوره
يعني انا شخصيا واحد اتضريت باللي حصل. ليه بقى؟ ان كل البيوت الجميله وكل الحاجات الحلوه اللي كانت عندي في المنطقه نزلت وطلعت بشكل عشوائي وبشكل بجد كان يسيء جدا. دلوقتي لو عايز حضرتك بيقول لك طريق اسكندريه الزراعي محور تحيا مصر يمين، شبرا بنها الحر الدائري الاقليمي على طول. طريق شبرا بنها الحر متراقب بالرادارات، بالكاميرات، وتثبيت سرعه 120. يعني لو زودت ما بين الرادار والرادار عن ال 120 الرادار بيلقطك مخالفه. هو الطريق كله متسيستم بنفس المنظر ده. وفي يا جماعه بالمناسبه ابلكيشن اسمه رادار بوت، ده جميل جدا، ممكن يفيد حضراتكم على كل الطرق. انا شخصيا بستخدمه في طريق جديد انا لسه ما مشيتش عليه، بيفيدني وبيعرفني اماكن الرادارات. في طبعا بيبقى في حاجات موثوقيه منه عاليه، وفي حاجات بردك ايه مش بتكون مظبوطه قوي او مش بتكون دقيقه قوي، بس في جميع الاحوال هو مفيد جدا. احنا دلوقتي على طريق شبرا بنها الحر، طلعنا على الطلعه مع حضراتكم من شبرا الخيمه، وهنتجه دلوقتي مباشره وهوريكم شكل الرادار. والرادار ده بالمناسبه يا جماعه انا سمعت ان هو مصري. بص اللي على اليمين اللي بالطاقه الشمسيه دون على فكره دون وحدات، ودي عند اي رادار هتلاقي الوحدات الطاقه الشمسيه دي، وهتلاقي الرادار ده. وفي حاجات تانية هتلاقي وحدات الطاقه الشمسيه من غير الرادار الستاند اللي هو اللي زي كوبري دون فوقينا صغير ده. دون بيراقب الكاميرا، بيراقب العربيه، وعلى فكره بيراقب العربيه من الظهر. يعني الناس اللي بتستسكى وتبقى داخله على الرادار، اول ما هتشوف والكوبري كده وانت داخل عليها، انا واحد من الناس اللي كنت بستسكى بصراحه. يعني انا اتكلم على نفسي، انا داخل كنت بشوف ان ايه قرب اهو، ايه انا هدي على امشي 120، ومجرد ما اعديه اروح ايه فاتح ممكن كسر ال 125 ال 130. اكتشفت بعد كده ان الكاميرا بتصورك حتى بعد ما بتعدي، يعني حتى ما العربيه ما بتعدي هي بتفضل لقطاك ومصوراك لحد عدد كيلو معين مثلا. شايفين الطريق شبرا بنها الحر جميل ازاي؟ طريق مميز، طريق حلو جدا. الاراضي الزراعيه الجميله اللي في بلدنا هي على ايدنا الشمال. طبعا انا بعتذر على جوده التصوير، وبعتذر ان انا بعمل كل حاجه وانا سايق، ان انا بصور وبحاول ان اتكلم مع حضراتكم، بحاول ان انا اوريكم كل جديد في البلد. وبص ده شكل الرادارات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم اهي. هو الرادار ده. تابعوني ونشوف شبرا بنها الحر هيودينا على فين. ده شكل الرادار قدام حضراتكم. بيقول لحضراتكم محطة تحصيل الرسوم شبرا بنها على بعد كيلو من هنا. بنها فاضل عليها 36 كيلو. طريق اليوب شبين القناطر 33 كيلو على بنها، وطريق شبرا ايوب والقناطر يمين. وهنشوف دلوقتي شكل البوابات مع حضراتكم. بيقولك في مطب صناعي على بعد 200 متر. حاجة جميلة جدا اليافط الإرشادية اللي موجودة على الطريق كلها. تمام. طبعا النقل بياخد الطريق اللي على اليمين خالص. البوابات بقى عشان تخف الضغط عملوا بوابات بشكل حلو جدا. بص الطريق هنا أول حاجة واسع، عملوا بوابات على الجهة اليمين. في نفس الوقت عشان تخف الضغط كان ممكن يعملوا البوابات كلها في اتجاه واحد، لأ خلوا انك انت تمشي كده تاني. دي بوابات تانية برضك وخدت مساحة بشكل تاني، وفي الرايحة وفي الرجعة نفس الموضوع. ده شكل بوابات شبرا بنها الحر الوطنية للطرق، وزارة الدفاع، تحيا مصر. كده يا حضرات احنا عدينا من على البوابات. اول ما هتعدي من على البوابات هتلاقي بنزينات تشيل الاول، وكافيه وقهوة، ماكدونالدز،
طريق واسع وكبير وحلو ومميز، ويوديك على الطريق الزراعي، يركبك بقى ايه اسكندرية الزراعي، ويركبك طريق المنصورة ودمياط، ده أهلية ميت غمر، يمسكنا. لو انتوا عايزين تروحوا حضراتكم بقى ايه طريق اسكندريه الزراعي، اللي رايح كفر الزيادة، اللي رايح المحله، اللي رايح طنطا، اللي رايح دمنهور، اللي رايح بحيره، الكلام ده كله تقدر من خلاله تستخدم طريق شبرا بنها الحر. اللي رايح بقى ناحيه المنصوره ودمياط وجمصه والمنصوره الجديده والمدن اللي هي بقى كلها على الطريق دي، ميت غمر والدهلية زي ما انا لسه قايل، برضك بيستخدم طريق شبرا بنها الحر. طريق شبرا بنها الحر بقى واحنا راجعين بياخدنا على بينزلنا على شبرا الخيمة زي ما حضراتكم شفتوه، او ممكن يطلعنا محور تحيا مصر، او ممكن من خلاله ناخد الدائري على اماكن كتير جدا. يا ريت ما كنتش طولت الفيديو مع حضراتكم، ويا ريت نكون بنستمتع واحنا بنتفرج على البلد وبنتفرج على الطرق الجميلة اللي سهلت الحركة المرورية في البلد، وبجد ربطت وبقت شريان مهمة جدا في بلدنا. في شبكة طرق، في حاجات محترمة تقدر تتنقل بين المحافظات كلها دلوقتي بينها وبين بعض بكل سهولة وما من غير وقت. يعني انا شخصيا انا هتكلم عن نفسي وبصراحة، يعني انا هتكلم بصراحة، انا قاعد في القاهرة، انا ساكن في القاهرة في العاصمة، وفي وسط يعني في مكان يعتبر في وسط البلد، يعني مش متجنب مثلا ناحية التجمع او في اكتوبر او في زايد، لا انا في وسط البلد. بقدر دلوقتي ان اتحرك لاكتوبر بكل سهولة، اقدر ان اتحرك للتجمع بكل سهولة، اقدر ان اروح العاصمة الادارية على فكرة بكل سهولة، اقدر ان اطلع السويس بكل سهولة، اقدر دلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا استلم طريق شبرا بنها الحر في حوالي من وسط البلد في 10 دقايق ربع ساعة، تلاقي نفسك على الطريق ماسكه، الطريق مفتوح قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين. في نفس الوقت برضك محور تحيا مصر من الزاوية عندنا ممكن تطلعوا، او ممكن تطلعوا من حتت كتير جدا من ناحية عبود، او ممكن تطلعوا من ناحية يعني اماكن كتير جدا ابتدت تفتح وشرايين ابتدت تفتح في البلد. الكلام ده كله بصراحة حضرات يعني انا شايفه بشكل منطقي. انا لما بسافر او لما بروح او لما بتحرك من بلد من محافظة لمحافظة بلاقي الحركة بقت اسهل وافضل واحسن ب100 مرة. شايفين جمال الخضرة في بلدنا؟ نتفرج شوية على جمال الخضرة وجمال الطبيعة بلدنا الحلوة. على طريق شبرا بنها الحر بقى هتلاقي مناظر طبيعية جميلة كده طول الطريق، مع جمال الطريق يعني الطريق تلاقيه حلو، في نفس الوقت تلاقي مناظر حلوة وجميلة ونخل اهي، مساحات خضراء على يمنا وعلى شمالنا، وطريق شبرا بنها الحر وهو واخدنا. تستمتع وانت ماشي على الزراعي. دلوقتي بقى فيه متعة. انا شخصيا انا كنت الاول ما احبش ان امشي على الزراعي نهائي، صحراوي، لكن بعد التغييرات واللي حصل ده لا بقى من وقت للتاني احب ان امشي زراعي. ليه؟ الزراعي ليه برضك يا جماعه متعه خاصه كده. في نفس الوقت بتلاقي ونس وخدمات كتيره على الطريق، ولما تلاقي الطريق ممتاز كده وياخدك في المكان اللي انت رايحه بسلاسه برضك. طبعا بياخد وقت اطول، ليه؟ انه بيبقى عدى على مناطق سكنيه، بيكون في نقل كتير. في نفس الوقت لسه الطريق طنطا الزراعي يعني ان شاء الله انا هحاول نصوره لحضراتكم، عشان في طلب مني اكتر من مره ان اصور طريق مصر اسكندريه طنطا الزراعي، باذن الله هصوره لحضراتكم. دلوقتي يا حضرات بيقابلنا برضك تاني على الطريق واحنا ماشيين، بص منظر الطاقة الشمسية بأجهزة الرادارات، منظومة النقل الذكي جايب لك السرعة 120. هنا ده حضرات بنزينة شيل اوت، مركز خدمات، سوبر ماركت أولاد رجب. ده بيقابلنا برضك يعتبر في منتصف الطريق. هنا قدام حضراتكم بيقول لكم طريق بنها الزقازيق يمين، الطريق الدائري الإقليمي كده على طول، ويمنا الدخلة اللي بتيجي دي حضرات اللي هناك دي، الدخلة اللي هناك دي بتودينا على بنها الزقازيق. قدام حضراتكم كده بيقول لكم طريق مصر اسماعيلية الصحراوي
يمين اسكندرية الزراعي على طول كده، ونلف ونرجع شمال بنها المنصورة على طول. بس بيقولك طريق اسماعيلية الصحراوي 57 كيلو من هنا، بنها المنصورة شمال. ليه بقى طريق مصر اسماعيلية الصحراوي 57 من هنا؟ عشان ده احنا بنعدي من على الدائري الإقليمي، ده تقاطع شبرا بنها الحر مع الدائري الإقليمي. دي الطلعة اللي بتاخدنا على الدائري الإقليمي فوق. طبعا ربنا يسترها على كل الناس، فنحاول نتجنب الموتوسيكلات دي. كده احنا هنا طلعنا على الدائري الإقليمي، طريق الدائري الإقليمي، متجهين مباشرة للطريق الزراعي. في ظهرنا كده حضارات من على طريق الدائري الإقليمي. لو احنا هنكمل وعايزين نروح على اسماعيلية الصحراوي طريق بنها الزقازيق، حابين نروح على طريق اسماعيلية الزراعي، حابين نروح على القاهرة بالبيس الصحراوي، وبنكمل في الدائري الإقليمي لحد ما نطلع على العاصمة الإدارية. هنا على شمالنا وزارة الاستثمار، الهيئة والمنطقة الحرة، مركز خدمات المستثمرين فرع بنها، قمة الشياكة. بيقولك طريق بنها المنصورة فاضل عليه 1 كيلو. طريق المنصورة فاضل عليه 1 كيلو. زي ما حضراتكم شايفين كده المنصورة 73 كيلو. بنخش يمين كده مع العربيات دي كده المنصورة. حابين بنها 2 كيلو من هنا حضرات اهي، بنها دخلت بنها 2 كيلو من هنا حضرات بنها. اسكندرية الزراعي 5 كيلو من هنا حضرات، من على الدائري الإقليمي 5 كيلو. هنتابع مع حضرات كده يا حضرات. يافطة مودية لحضراتكم يمين طريق اسكندرية الزراعي على طول شبين القناطر، وطريق مصر اسكندرية الصحراوي كده على طول مباشرة. الطريق بياخدنا على طريق الصحراوي. احنا دلوقتي هنخش يمين كده، هننزل على طريق اسكندرية الزراعي على طول كده يا جماعة. لو كملنا نطلع على الباجور الخطابة. احنا بنكمل يمين مباشرة. لو عايزين نرجع بنها القاهرة بنلف ونرجع. طنطا 35 كيلو. كده يا حضرات احنا نزلنا على الطريق الزراعي. بص، اول ما نزلنا على الطريق الزراعي الارض مجروفة عشان وش هتتسفلت، وطالما الارض اتجرفت كده يعني الارض هتتسفلت. هما كاتبين يافطة طيب يقولك بداية مرحلة تطوير منطقة الدلتا. ده طريق اسكندرية الزراعي، الارض مجروفة. اول ما تنزل في اعمال انشاء الناحية التانية ايه، الناحية التانية اهو الجرار شغال. طبعا بقى طول الطريق هتلاقي يافطة هدي السرعة منطقة سكنية، هدي السرعة منطقة سكنية كده. ده كوبري من الكباري الجديد اللي لسه معمول. الطريق بقى كله هيتطور بالكامل. طريق مصر اسكندرية الزراعي في حتت فيه اتطورت وفي حتت كتير لسه. وزي ما حضراتكم شايفين كده بننقل لحضراتكم كل شيء على الطبيعة. هنا اهو بص، الارض هنا على الشمال وعلى اليمين مجروفة.
طبعا الارض بتتجرف، طبعا الناس اللي فاهمه في الكلام ده، الارض بتتجرف كده عشان خاطر تتسفلت، وهيتم سفلتتها بشكل ممتاز ان شاء الله. فدي بدايه التطوير هنا في اسكندريه الزراعي. كل ده كوبري كان على شمالنا، ده الجهه المعاكسه يا جماعه، ده الجهه المعاكسه اتعمل لها كوبري عشان تخفف الضغط. كده مع حضراتكم استلمنا طريق اسكندرية الزراعي. طبعا الطريق زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، الطريق هنا هو متسفلت وممتاز، بس اكيد طبعا هيتم تظبيط الطريق كله بشكل كامل. وانا شايف ان في عمدان راكبة جنب العمدان القديمة يا جماعة، لو حضراتكم خدتوا بالكم واخدين بالكم، في عمدان كده باللون السيلفر جنب كل عمود قديم محطوط. العمدان دي اكيد هتحل محلات العمدان القديمة اللي طبعا عدى عليها وقت كبير جدا من الزمن ومؤهلة للسقوط في كل وقت. فدي حاجة كويسة طبعا. شكرا 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 شكرا. على الطرق الزراعية بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، بيبقى في ناس بتبيع حاجات عند اي مطب، في مطبات، في ناس حابب تشرب قهوة، في مراكز خدمات كتير. طريق زراعي بقى وناس حواليك، وفي نفس الوقت انا كشاب مصري برضك وكده، انا بحب جو الريف المصري وجو الناس هنا طيبة، والناس هنا جميلة وبسيطة يعني ما يعني في طبعا كل ما البساطة بتبقى حلوة في بعض الاشياء، في كل مكان طبعا، في الحلو وفي الوحش، بس بصفة عامة الناس هنا ناس محترمة جدا وناس طيبة جدا. انا بصراحة حابب ان اقف اشرب قهوة من عربية القهوة دي، وبعد كده نكمل الطريق مع حضراتكم. بالمناسبة نحل عيوننا بمنظر الخضرة الجميل. ودلوقتي يا حضرات انا حابب كنت انهي مع حضراتكم الفيديو، بحيث ما اطولش على حضراتكم الفيديو، ونشوف نبتدي جزء جديد على الطريق الزراعي في فيديو اخر هنزله لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.